عمركم قبل كده دخلتوا في علاقه حب بس من طرف واحد؟ اكيد كلنا مرينا بالتجربه العجيبه دي، بتبقى تجربه قاسيه ان انت تحب حد ويبقى شاغل بالك كل تفاصيله، بتفكر فيه في كل الاوضاع، وانت نايم وانت صاحي وانت حتى في الكابانيه قاعد مركز بتلاقي نفسك برضو بتفكر فيه، وبتبقى عارف ان هو مش ليك، يعني مش مكتوب لك لان انت كحيان قوي عليه، مش مكتوب لك ان انت وهو تبقوا في علاقه ناجحه مع بعض لان انت بالنسبه له لا شيء ولا حاجه، فست مش هيعبرك ولا هيبص لك، زي المستشار مرتضى منصور لما قال انت بالنسبه له شعر باط، بس مهما قال عليك بتفضل تحبه برضو وبتفضل مهزأ. وده بالظبط اللي حاصل معايا مع العربيه اللي واقفه ورايا دي. العربيه دي اسمها فيراري 812 سوبر فاست، ودي عربيه احلامي السريه، ده الكراش السري اللي بتكسف اقول لحد ان انا بحبه عشان ما يتريقش عليا ويقول لي امشي يا معفن يا ابو كلوت مخرتق. بس سبحان الله القدر جمعني انا وهي النهارده في زي مقابله غراميه سريعه عشان اعرفكم عليها واقول لكم على بعض تفاصيلها اللي حببني فيها. هتلاقوني متوتر شويه وانا جنبها لان هي دي الكراش السريه بتاعتي، فلو متوتر ما تتخضوش مني. يعني ازيك، عامله ايه، اخبارك ايه؟